هذا وشيع جثمان فقيد الوطن والمؤتمر الشعبي العام الشيخ زيد أبو علي إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمديرية الطويلة محافظة المحويت بحضور الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن والأمينين العامين المساعدين الشيخ خالد عبد الوهاب الشريف والشيخ عبد الله أحمد مجيديع وأعضاء اللجنة العامة عزام صلاح وخالد الديني وأحمد النويرة وعبد العدلة وحسين حازب ومحمد عبد الله الحرازي وجليدان محمود جليدان وعدد من قيادات وكوادر المؤتمر وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وجمع غفير من المواطنين. مدينة الطويلة بمحافظة المحويت صارت قبلة للكثير من محبي فقيد الوطن عميد البرلمانيين الشيخ زيد أبو علي. جاءوا من كل المحافظات لتوديعه تقديرا لمكانته ورصيده الوطني وأدواره البارزة تنظيميا وفي الساحتين البرلمانية والسياسية. مشارك في تشجيع الشيخ زيد محمد أبو علي، هذا الرجل الشهم القبيلي وعضو مجلس النواب، يعني عميد أعضاء مجلس النواب. الرجل هذا الذي خدم المحافظة وخدم اليمن، وكان له دور في جميع مراحل الثورة اليمنية ونبراس وعلم من أعلام اليمن، وخسارته يعني ألم شديد لنا وللمجتمع وللدولة وللوطن. مثل هذا الرجال لما نفقدهم صعب يتعوضوا. حزينا لقيادة المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وجميع أبناء الوطن في رحيل الفقيد الوطني الجمهوري الشيخ زيد محمد أبو علي. رحيله يمثل خسارة كبيرة للقبيلة اليمنية وللمؤتمر الشعبي العام ولجميع أبناء الوطن، فهو رجل المواقف المختلفة اجتماعية وسياسية، وفي كل المحطات الوطنية تجد زيد أبو علي كان من مقادمة القبائل اليمنية في كل موقف. المشيعون أكدوا أن عضويته في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أكسبته موقعا مؤثرا في صناعة القرار، ووجوده في عضوية مجلس النواب قربه أكثر من هموم المواطنين وتطلعاتهم. نعزي المؤتمر الشعبي العام كما نعزي الساحة اليمنية والقبلية إجمالا. هذا الرجل نحتاج إلى كثير من الوقت لنتكلم عن صفاته ومناقبه التي يعرفها أبناء الشعب قاطبة. كان رجلا برلمانيا مخضرما وشيخا قبليا سعى في إيجاد حلول لكثير من القضايا على مستوى الساحة اليمنية، كما إنه كان وطني وغيور على بلده، ظل ثابتا ومات وهو على مبادئه. رجل مواقف ورجل دولة ورجل مشاريع ورجل لا يوصف في المجتمع سواء كان سابق أو حاضر. زيد أبو علي مواقفه مواقف شجاعة ورجولة مع أبناء المحافظة ومع الدولة، وكان يمثلنا في مجلس النواب بأحسن تمثيل، رحمة الله تغشاه. كل ما قدمه من منافع للناس ستبقى خالدة وستبقى واجدة في ذاكرة كل أبناء الوطن. الشيخ زيد محمد أبو علي لم تفقده ولم تخسر محافظة المحويت أو مديرية الطويلة، بل خسرته اليمن. الفقيد الشيخ زيد أبو علي ارتبط اسمه بالحكمة وبالمواقف الصلبة مع الوطن في أوقات الشدة، وشكلت رصيدا من الاحترام والتقدير لدى مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية. بصماته على مستوى الجمهورية اليمنية ولا ينكرها إلا إنسان باعد، يعني إنسان جاهد، شخص يعني كان شعاره القول والعمل، لا متعصبا حزبيا ولا قبليا. جمع سر على الجمهورية كلها، من جاء عنده مظلوم ولا شيء بزي نفسه ومعه وحاط يغطيه داخل البيت ويخزن له ويفعل له. ما بيش من هذا الناس، هذه الأمة كلها ما أجت من فراغ، يعني ناس ما نعرفهم. هذا الرجل العظيم الذي كان مسخرا لحياته في خدمة الناس الجميع، خدمة القريب والبليد، أبناء المحافظة وأبناء المديريات وأبناء اليمن. من جاء عنده كان لا يتردد في خدمتهم. الشيخ زيد أبو علي رمز قبلي واجتماعي بارز،
ساهم في حل النزاعات وتعزيز قيم التعايش والسلم الاجتماعي على مدى عقود، وترك أثرا خالدا في وجدان كل من عرفه، ورحيله يمثل خسارة للوطن.